الزبادي في البيت بأجمل طعم وأسهل طريقة. أهلا بكم حبايبي، يلا نسمي الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس أمرا. أول حاجة أنا معايا هنا 2 كيلو من اللبن، غليته وسبته لما برد تماما يعني بقى دافي كده. وهنا في دورق الخلاط حطيت 2 معلقة من اللبن البودر، ده في حالة لو اللبن خفيف يعني قوامه مش تقيل. وهنا ضفت كوباية من الزبادي أي نوع، والزبادي تكون بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش ساقعة. ومع مع كوبايتين من اللبن، وضربتهم في الخلاط مع بعض. وهنا ضفتهم تاني على اللبن بتاعي وأقلبهم كويس قوي كده عشان يديني قوام كده متجانس زي قوام اللبن الحليب بالظبط. هنا بطلع الكبشة ما يبقاش عليها اي تكتلات ولا اي حاجة كده، بعرف ان القوام كويس بتاع اللبن عشان يديني في النهاية زبادي قوام كريمي. وهنا في عبوات مغسولة وجافة ببتدي اعبي الزبادي بتاعي، ممكن اعبي في فخار او ازاز. هنا انا عبيت في الاتنين. وهنا بعمل حمام بخار للزبادي على الصينية اللي هي داخلة الفرن، واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. بسخن الفرن واطفيه وادخل الزبادي. بيقعد عادة من 8 ل 12 ساعة، احنا عشان في الشتاء بيطول شوية يعني 12 ساعة كويس قوي. ويخرج من الفرن ادخله التلاجة. انا هنا الزبادي ده ما كانش كده، دخل التلاجة شايفينه اهو قوامه متماسك. و يعني ما شاء الله الزبادي اهو زي ما انتوا شايفين ده كده ما دخلش التلاجة، يعني خد القوام المطلوب. وطبعا الاتنين كيلو دول عملوا لي 15 عبوة او 15 كوباية، يعني ما فيش مقارنة بينه وبين اللي بيتباع بره، اوفر بكتير والطعم اجمل بكتير. جربوها يعجبكم، متنسوش اشتراك ولايك.